السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم بخير وبأحسن حال يا رب. معاكم أخوكم الشيخ الروحاني عبد العزيز أبو سلطان. في الفيديو اللي قبل ذا تكلمنا شوي عن شروط تنزيل المال وعن الخوف والتردد اللي يمرون فيه بعض الناس. واليوم وبما إن موضوع تنزيل المال صار هو الشغل الشاغل للكل بسبب الغلاء وظروف الحياة الصعبة اللي يمر فيها الكثير، راح يكون كلامنا وعنوان موضوعنا عن تنزيل المال عن طريق الطلاسم الروحانية. وراح نحاول نختصر في الكلام الحين. لو تفتحون السوشيال ميديا وتدخلون عالم الإنترنت راح تلاقون مئات الفيديوهات لشيوخ يطلعون لكم بنبرة هادية وواثقة، وحواليهم هالأجواء الغامضة والبخور اللي يتصاعد من كل مكان. يسوون عمرهم علماء وشيوخ ويقعدون يسردون لكم قصص وسوالف كيف إنه بفضل طلسم معين وفي جلسة واحدة بس ترس صندوق خشب فاضي بآلاف الدنانير والفلوس الحقيقية وانتهت معاناة صاحبه للأبد. هالكلام أدري إنه يغري الواحد، خصوصا للي يمر بضائقة مالية ومحتاج، لكن الحقيقة اللي لازم أقولها لكم بكل صراحة وشفافية إن أكثر من نص هذول الشيوخ هم مجرد نصابين ودجالين يدعون العلم والمعرفة، يستغلون حاجة الناس وطيبتهم، والسيناريو معاهم تراه يتكرر وبنفس الطريقة. يطلب منك بالبداية مبلغ وقدره بحجة إنه يبي يشتري بخور غالي الثمن أو يبي يقدم قرابين عشان تضبط السالفة، وأول ما تحول له الفلوس يختفي وما عاد تشوف رقعة وجهه. والمنطق البسيط هنا يقول لو كان هذا الشخص يقدر ينزل ملايين الدنانير بطلسم ليش ناطر منك أنت كمية عشان يشتري بخور؟ يا أولادي، موضوع تنزيل الأموال تراه حقيقي وموجود وله أصوله وعلمه، ومثل ما فيه نصابين فيه أهل علم، لكن السالفة كلها تتطلب منك أول شيء إنك تحصل الشيخ الحقيقي الصادق، الشيخ اللي يخاف ربه، اللي يحبك ويعزك ويعتبرك حسبة ولده ويضيق صدره لضيقك. أرجع وأقول لكم التنزيل موجود، بس الأهم تلاقي الشخص الثقة والصحيح. وفي الفيديو الجاي إن شاء الله راح أكتب الطلسم الحقيقي والشرعي قدام عيونكم عشان تشوفون العلم الصحيح على أصوله. كان معاكم أخوكم الشيخ الروحاني عبد العزيز أبو سلطان، وفي أمان الله ورعايته.